مفيش حاجة اسمها تجميل. مثلا بيبدأوا التجميل من سن 20 سنة. المراية هما بيبصوا في المراية بيتخضوا، أنا ما بجملش. هو ده مش غلط برضو يعني. وإزاي الإنسان كراجل أو ست يقي أو يتقي المشاكل اللي بتحصل الجلدية. الجمال من أكتر الحاجات اللي بتشغل بالنا كلنا سواء ست أو راجل، وعشان التجميل بحر كبير. معانا النهاردة في حلقتنا في برنامج ومضة جمال دكتور جمال الحداد، استشاري أمراض الجلدية والتجميل وأمراض الذكورة جامعة القاهرة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيكي. عايزين حضرتك في الأول تعرفنا إيه هو التجميل. بادئ ذي بدء. التجميل ده كلمة شائعة جدا، لكن أنا ماي كونسبت مفيش حاجة اسمها تجميل، لأن أي ست أو راجل لما بيجي لأن عنده تغيرات حصلت مع السن أو نتيجة أي أمراض مزمنة أو نتيجة مثلا بعد الحمل أو نتيجة الانتشار المخيف لعمليات التكميم والتخسيس اللي بتحصل دلوقتي. ناس بتفقد وزنها وناس بتفقد جمالها. انا عايز اقول ان جسمهم بيبتدي ما يستفدش بالقدر الكافي بأي حاجة هم بياخدوها من فيتامينات او معادن او اكل، وبالتالي بيحصل لهم تغيرات كتيرة جدا جدا، شحوب، ترهل في الجلد، فقدان للدهون بطريقة مخيفة. والست كمان بيحصل لها مشكلة كبيرة جدا، الست عندها دهون في مناطق كتير جدا في جسمها، وشها، رقبتها، ايديها، صدرها، بطنها. فيبتدي لما يحصل ترهل للمناطق دي تبتدي هي تحس ان هي ما بقتش زي الاول، ويبتدي عندها مشكلة نفسية كبيرة جدا قدامها وقدام نفسها وقدام جوزها. طبعا. وبالتالي ده بيأثر عليها نفسيا، وهي لازم تشوف حل. ده مش هنقدر نقول عليه تجميل، انا ما بجملش، انا بعيد ليها اللي كانت عليه او بعيد جسمها زي ما كان الاول. فازاي احنا نقول على ده تجميل؟